عمرك في حياتك جه عليكي وقت كده وحسيتي انك مخنوقة، متعصبة، مش طايقة حد وبدون اي سبب كده حقيقي؟ طب تعالي اقولك ان كلنا بنيجي علينا وقت وفترات بنمر بالفترة دي، وده مش دلع خالص، ولكن وراها اسباب حقيقية. مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكويسين. الموضوع بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن الطاقة السلبية اللي ممكن تحصلك في اي فترة كده من فترات حياتك. تقعدي مثلا فترة كده وليكن يومين 3 اسبوع، على حسب ما انتي وشطارتك، وبتتخلصي منها ازاي. فترة بتبقى طاقة سلبية كده، مش طايقة حد، ملكيش نفس لأي حاجة، ما عندكيش شغف، ما عندكيش طاقة ان انت تعملي حاجة. الاسباب العلمية بقى ان فعلا ايوه في حاجة اسمها اوقات معينة بنحس بطاقة سلبية وبتكون وراها اسباب حقيقية، بس طبعا ليها حل وليها علاج. ما ينفعش ان هم او نسيب الطاقة السلبية دي تتغلب علينا. واحد اهم الاسباب اللي بتيجي او نابعة من الطاقة السلبية هي الضغط النفسي المتراكم. ده بيكون تابع من ضغط بقى في مسؤولية، في بيت، في عيال، في مشاكل في الشغل، في اهل، ايا كان هو الضغط النفسي ايه، بس انت شايله اهم حاجه في دماغك عماله تفكري فيها. تاني حاجة برضو مهمة قوي وهي النوم. قلة النوم، قلة النوم ده جسمك بتحسي كده من كتر من قلة النوم جسمك بيتكسر ويبدأ كده تحسي بإرهاق وخمول شديد. وطبعا ده برضو قلة النوم دي بتكون نابعة من كتر التفكير، كتر المسؤوليات اللي في دماغك شغلة تفكيرك، ما بتعرفيش تصفي ذهنك قبل ما تنامي، فبالتالي نومك بيقل وحالتك المزاجية بتكون مش أحسن حاجة. ثالث حاجة بتكون التغيرات الهرمونية، غير طبعا التغيرات اللي بتحصل ايام البريود. في ايام البريود ناس كده بتبقى حالتها المزاجية مش احسن حاجة، ما بتعرفش تتغلب او تقضي الفترة دي احسن حاجة، فبتكون دايما مكتئبة، حزينة، منعزلة. طبعا في فترات غير فترة البريود بتكون يعني حالتك المزاجية مش احسن حاجة. انا بالنسبة لي حالتي المزاجية بتكون مش احسن حاجة في تقلب الفصول. يعني مثلا لما يبدأ الشتاء يهل والصيف يمشي بحس كده بحاجة كده، قبضة نفس كده، ببدأ أحس بإحباط، مش عارفة ليه. وفصل الخريف برضو يعني ما بحس كده الجو قلاب كده، ببدأ يعني حالتي المزاجية تتقلب معايا، ما بعرفش ليه. ده غير طبعا المشاكل اللي بتبقى حواليكي من طبعا اهل بقى، عيال، ضغط اليوم اللي بتبقي شايلاه من اول اليوم، انا هعمل كذا وكذا وكذا وورايا كذا وكذا وكذا. كل ده طبعا بيأثر عليكي بالسلب. ده غير طبعا لو حواليكي ناس محبطة، حواليكي محاوطينك وناس كتير بقى في شغل بقى، في زمايل دراسة، الناس الحزينة دايما دي، المكشرة على طول دي، اللي ما عندهاش ذرة تفاؤل بصراحة. كل ده يخليكي كفيلة انك يجيلك احباط شديد. ناس برضو بتفكر دايما في تفكير سلبي بصفة مستمرة، ده من احد اسباب الطاقة السلبية او الاحباط. زي مثلا انك خايفة، قلقانة، حاجات كتير جدا بتفكري فيها بتسبب فوق دماغك ضغط فوق ضغط، وهو اصلا دماغك ما بتكونش مستحملة. وطبعا النوم الزيادة والخمول، عارفة الوخم؟ هو الوخم ده لما بتكوني صاحية متأخر وكنتي مخططة من بالليل انك تصحي بدري وظبطتي المنبه وقفلتيه ونمتي، وصحيتي بقى متأخر في حاجات كان المفروض تنجزيها، بدل ما تنجزي 5 حاجات لا انت هتنجزي حاجتين بس. فبالنسبة لك ده بيحسسك برضو بالإحباط الشديد. ومشاكل بقى. وأول 3 شهور من الحمل، أول ما تحملي في أول 3 شهور كده بتكوني مش طايقة حد، مش طايقة كلمة لحد، عصبية بطريقة مش طبيعية. في ناس بتعرف تتأقلم وبتبقى مبسوطة طبعا وفرحانة، وفي ناس بيجيلها اكتئاب حمل زي ما بيقولوا كده. فكل ده برضو طاقة سلبية عليكي وعلى اللي حواليكي، سواء أسرتك، أولادك، جوزك، الناس اللي معاكي في الشغل. برضو انت بتكوني شخص او سبب من ضمن اسباب الناس المحبطة اللي بتكون حوالين الشخص المقابل اللي قدامك، مش انت لوحدك. طبعا والاعراض بتاعه المود السلبي او الطاقه السلبيه دي بتكون باينه عليكي، واي حد هيلاحظها لو بيفهم. يعني مثلا هتبقي عايزه تقعدي لوحدك دايما منعزله، مش طايقه كلمه لعيل ليكي، مش طايقه كلمه لحد اصلا.
عايزه دايما تنفردي كده بنفسك، عايزه ما تعمليش حاجه خالص، ما عندكيش طاقه ان انت حتى تعملي اكل لاولادك. اول ما تظهر عليكي الاعراض كده تبقي عارفه انت فيكي ايه، بس اوعي تستسلمي. الحل موجود وسهل جدا وبسيط والله، بس احنا يبقى عندنا سنه اراده. الاراده بتصنع المستحيل يا جماعه. الاراده بتغير حاجات كتير جدا. انك يكون عندك اراده انك تقومي بدري وتصحي وتودي الاولاد المدرسه او الحضانه، او تصحي تروحي شغلك. ان يكون عندك اراده انك تصلي وتصحي في عز الليل تتوضي وتصلي الفجر. ان يكون عندك اراده انك تعملي مهام اليوم كله وما تاجليش اي حاجه لبعد كده اليوم اللي وراه يعني. فالإرادة بتغيرنا وبتنجز معانا حاجات كتير قوي قوي في يومنا. أول حاجة بقى يا ست الكل هتعمليها، وهي إنك هتفتحي كل شبابيك البيت وهتدخلي الشمس ونور ربنا للبيت، عشان تحسي كده بطاقة أمل أو سنة أمل كده داخلة للبيت، شعاع نور. هتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقومي تصلي ركعتين لله كده، بدون يعني بعيدا عن الفروض الخمسة اللي احنا بنصليهم. حاولي تغيري اي حاجة في البيت، لو في حاجة او ديكورات عندك في البيت بقالها فترة كبيرة جدا من يوم ما اتجوزتي او بقالك كتير مغيرتهاش، لا حاولي ان انتي تغيريها، تجددي فيها، تغيري مكانها، تشيليها فترة وترجعيها تاني، او تغيري حاجة مكان حاجة، تنظفي البيت. دايما اسمع في الفيديوهات الشورتس لما بيجي مثلا واحدة يعني سيدات يعني بيبقوا عاملين فيديوهات وكده، اما في واحدة تقول ايه بطلع طاقتي فيه التنظيف، اللي هو ايه اول ما تحس ان خلاص ملينا وزهقنا وتقومي تقلبيها عليها وطيها وتقومي تنضفي. فالنظافة بتضيع برضو من الطاقة السلبية. بيتك لما يبقى نظيف وريحته حلوة وتضيعي وقت ومجهود فيه، هتحسي بنشاط وبتحسي كده ان جسمك متنشط، ومش هتحسي يعني انك محبطة ولا في اي احباط من ده خالص. حذاري حذاري تمسكي الموبايل اول ما تصحي على طول، او انك تكوني في فترة كده من الفترات بتاعة الاحباط دي وتمسكي الموبايل فيه. اول ما تمسكي الموبايل هتبداي تفتحي السوشيال ميديا، هتسمعي خبر حزين وخبر مش حلو. وطبعا السوشيال ميديا ما شاء الله اليومين دول مليانة اخبار سيئة جدا، فيعني ما تحبطيش نفسك فوق احباطها. احنا بنحاول نتجنب الحاجات اللي تبعدنا عن الاحباط والطاقه السلبيه، فما تحاوليش انك تمسكي الفون. هتعملي بقى مود لطيف لنفسك كده، زي انك هتشغلي اغنيه حلوه بتحبيها، اغنيه بتفكرك بمكان حلو رحتي، بحد شخص عزيز عليكي، بذكريات حلوه. تعملي اكله حلوه، تشربي مشروب حلو لذيذ تعمليه لنفسك كده تبسطي تكافئي نفسك. ممكن كمان لو ليكي صحاب او وقتك يسمح مثلا انك تنزلي تشربي عصير او حاجة وتتمشي نص ساعة، مفيش اي مشكلة، بتغير حرفيا من المود وعن تجربة. على فكرة برضو من احد اسباب الاحباط والطاقة السلبية انك تقعدي كذا يوم ورا بعض ما تنزليش من البيت. انا من الشخصيات دي يا جماعة، ان انا ممكن اقعد مثلا بالاسبوع ما انزلش. ساعات عادي ممكن اجز ابني من الحضانة، قبل ما كمان ما كان يروح الحضانة كنا بنقعد انا وهو طول النهار وطول الليل طبعا مع بعض. بابا كان بيجي بالليل، ما كانش بيقعد معانا طول النهار يعني بسبب الشغل وكده، ويا دوبك بنيجي ناكل وبعد كده خلاص بقى يقوم ينام، واحنا مكملين يومنا عادي. ونقعد بقى مع بعض ليل نهار بقى والنهار ليل وانا وهو. بس كنت عايزه حاجه من بره كنت بخلي جوزي يعني يجيبها وهو راجع من الشغل، محتاجه اي حاجه بسيطه اخليه يجيبها معايا عشان ما انزلش. وكنت بقى اقعد بالاسبوع ما بنزلش وكده. فلما باجي انزل بقى خلاص الزياره الاسبوعيه بتاعت والدتي مثلا ولا حاجه، ايه ده انا ماليش نفس اقوم البس، ماليش نفس اقوم حتى اتحرك من مكاني عشان البس واروح لها، او ماليش نفس ان انا انزل اصلا، بسبب خلاص جسمي يتاقلم او تعود ان هو قاعد في البيت. حاسه في الاحباط بس انا عاجبني الوضع ده. طبعا اللي انا بعمله ده غلط، ما ينفعش ان احنا نطول فيه قوي، لان كل ما نحس ان احنا يعني كل ما تدي جسمك طاقة سلبية هو خلاص هيستسلم. فلا احنا مش عايزين نستسلم للطاقة السلبية ولا للإحباط، عايزين نحاول نتغلب ونقدر عليه قبل ما هو اللي يتغلب علينا. فعلى قد ما تقدري حاولي 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 ابسطي نفسك بأي حاجة. اي حاجه، حتى لو نزلتي جبتي شوكولاتايه او نزلتي السوبر ماركت تجيبي شويه حاجات، جبتي لنفسك شوكولاته والبان وحاجات من دي، انت كده بتضيعي من الطاقه السلبيه اللي عندك. اتمنى يا رب يا رب ما يكونش في حياه اي حد خالص طاقه سلبيه، لان هي والله حاجه مش حلوه خالص.
ويا رب الفيديو وفكرته تكون عجبتكم. ما تنسوش بس السبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده تدوسوا لي لايك ليه. مع السلامه.